عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة هنعمل صينية البطاطس سهلة إن شاء الله هتعجبكم. هنجيب اللحمة، هننزل عليها بمعلقة سمنة بلدي أو أي سمنة، وهنقلبها. هنشوح اللحمة قوي لحد ما تاخد لون، وهننزل عليها بالمية لحد لما تغلي. بعدين طبعا هيبقى فيه ريم، هنشيل الريم. طبعا دلوقتي هي غلت اهيت، هنشيل الريم كله، لان طبعا الريم بيخلي الشوربه زفره، وفي نفس الوقت مش مستحب، بيبقى شكله مش حلو خالص، مش لطيف. انا عايزه الشوربه بتاعتي تبقى بيضه، ما يكونش فيها اي حاجه مش لطيفه، يعني مش محتاج، مش حلوه. هننزل عليها ببصلايه كبيره، هننزل عليها بفصين توم، هننزل عليها بحبهان، وكمان ورق لورا، ورشة فلفل اسود، بس مش محتاجين الفلفل الاسود دلوقتي، قال في الاخر خالص. هنعمل دلوقتي البطاطس. هنجيب الصينية، هننزل عليها بصلاية كبيرة، هنحط رشة فلفل، وهنحط رشة ملح، وثلاث فصوص من الثوم مفروم ناعم. وبعدين هنفركهم جام ناعم مع بعض، البصل والثوم، علشان يبقوا متبلين حلو. روح البطاطس، البصل والثوم. طبعا احنا بنعمل صينية، يعني لازم تكون البصلة معقولة، ما تكونش كتير، والبصل والثوم ما يكونش برضو كتير. انا اخدت 3 بطاطسات كبار، حطيت عليهم البصلايه و3 فصوص الثوم، طبعا على حسب الكميه اللي حضرتكم بتعملوها. هننزل عليها دلوقتي بالطماطم، وهنزل عليها كمان بمعلقه من الصلصه، معلقتين على حسب الطماطم ممكن تكون مش حمرا، فهنحتاج معلقه او 2 او 3 كمان من الصلصه، علشان صينيه البطاطس لازم تكون حمرا، ما يكونش الطماطم مصفرة. تمام. بعد كده هنقلبها، وهننزل عليها بالزيت. طبعا الزيت مش كتير، يعني معلقه او معلقتين بالكتير. هنقلبهم مع بعض قوي. بعدين هننزل بفلفل حامي وقرن فلفل رومي، وهنحطهم على النار لحد ما تستوي. تمام، احنا كده خلصنا. هي مش محتاجة حاجة، يعني بالعكس، هي صينية البطاطس ما بتاخدش وقت وسريعة قوي، لأي مثلا ضيف جاي لنا او كده، او اي حاجة سهلة. دلوقتي هنحطها على النار، وهنسيبها لما تستوي، وهنعمل الملوخية. انا كان عندي نص كيلو من الملوخية، قطفته وغسلته، ودلوقتي هنخرطه. طبعا قبل ما اخرطه، انا عايزه اقول لكم ان انا بحط في الملوخيه وانا بخرطها فص توم او فصين، بس علشان هو نص كيلو حطيت فص واحد بس كبير. آه وبعد كده البطاطس كده استوت، حطيت اللحمه عليها، وسبتها كمان يعني دقيقتين او 3 بالكتير، علشان اللحمه تشرب من صلصه البطاطس. هنعمل الملوخيه. انا طبعا قطفتها. الشوربه طبعا بيضه اهيت، ما فيهاش اي حاجه. هنحط عليها نص معلقه ملح والفلفل، هننزل على بيها بالملوخيه، وهنقلب هنقلبها كتير لحد ما تفك معانا. هي طبعا هي فريش، مش محتاجه يعني ان احنا يعني نكتر فيها التقليب، بس انا يعني علشان ما تبقاش مكلكعه
وتسقط مني لازم تتقلب شوية علشان تبقى بتعادل الشوربة. هنعمل الطشة، هننزل بالثوم مع سمنة بلدي، ده اساسي. بقى معلقة زيت صغيرة. انا بحمر الثوم الاول، مش بحمره، بديله بس يعني لون خفيف قوي، ولا حتى ما تكون مصفرة، يعني لون خفيف قوي بس. بعد كده هنزل بمعلقة كزبرة وهنقلب شوية لحد ما اللون يصفر. بعدين هننزل على الملوخية. بس هننزل الثوم. انا طبعا مش بخليه احمر، لا توم محمر، انا يا دوبك يصفر بس علشان ما يمررش في الشوربه في الملوخيه. وهي كده القوام بتاعها تقيل حلو. ودي اكلتنا، ان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا وشفا.